أنه اعتذر عن الخطأ وزلة اللسان وترك مكتبه وتوجه إلى منزله. في منزل وزير العدل الآن أكثر من 200 واحد من رجال القضاء من قضاة مصر الشرفاء بجانب وزير العدل. قبل قليل أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه. جرى تشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة على هذا الأمر، وتم الاتفاق على إعفاء وزير العدل من منصبه. وزير العدل رفض أن يستقيل وتم إعفائه من منصبه. الدولة لم تفعل ذلك مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. تاني، لم تفعل ذلك رغم البيانات والقرارات واللجان وتقصي الحقائق والمعلومات. رئيس الجهاز المركزي شوه سمعة الدولة بالكامل والشعب، ولم يقترب منه أحد. للأسف الشديد لم يقترب منه أحد. كان وزير العدل أمام خيارين. في المرة الأولى كل من كان قريبا منه طلب منه عدم قبول منصب وزير العدل، لأن في ذلك الوقت قيل أنه لن يستمر كثيرا في المنصب، وكان الهدف التخلص من المستشار أحمد الزند. أعني الكلام، وزير العدل عندما تحدث قبل يومين مع حمدي رزق سئل بشكل واضح ورد بشكل واضح، حتى لو نبي ولم يقل النبي. ولكن استغلت جماعة الإخوان الإرهابية كالعادة، واستغل كل من يتآمر على البلد، وأنتم تعلمون أكثر مني من هم استغلوا هذا الأمر، كما استغلوا الرئيس وهو يؤدي صلاة الجمعة أمس الأول، وحاولوا إظهار الرئيس أنه لا يعرف الصلاة. وهوريكم بعد شوية الفيديوهات. هم يستغلون كل شيء ويستغلون كل هذه الأمور ضد البلد. وعايز أقول لحضراتكم، اللي يبعد عن الكراسي النهاردة أفضل، واللي يبعد عن العمل العام أفضل كثير، على الأقل بدل وجع الدماغ. ولكن هنا وزير العدل يعود كقاضي ما زال سنه سن القاضي ولن يخرج للمعاش. شيخ الأزهر وأسأل الأزهر: أين أنتم من الإرهاب؟ أين أنتم وبياناتكم بسرعة؟ وعلمت أن شيخ الأزهر لم يعلم بالبيان الذي صدر للأسف الشديد. وهل الدولة تعلم أنه البيان اللي صدر من مكتب شيخ الأزهر وليس شيخ الأزهر؟ شيخ الأزهر في ألمانيا. من الذي كتب بيان الأزهر؟ ممكن تسألوا مين اللي كتبوا البيان؟ مين هم الأشخاص اللي كتبوا بيان الأزهر اللي صدر على ده؟ الأزهر الشريف والنائب العام اغتيل، والبلد والكفرة والإرهابيين والمجرمين وداعش وغيره وطلبة في جامعة الأزهر، ولا شفنا الأزهر طلع بيان واستنكار وإدان وشيء. لا ندافع أبدا أي حد يقترب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى لو كان مستشار أحمد الزند، ولم يقترب منه مستشار أحمد الزند على الإطلاق. كلنا ندافع عن الرسول الكريم. ده جماعة الإخوان الإرهابية الرسوم المسيئة في الدنمارك وفي شر ديجو ابدو وكله لم يتحركوا وصمتوا من 2002 لحد النهارده. رسوم مسيئة للرسول بشكل واضح يعني، ولم يخرج أحد، وما شفناش المناحة. ولكن المناحة الهدف منها رأس المستشار أحمد الزند فقط لا غير، لأنه لديه الشجاعة والقوة والجرأة. هو سيظل أحمد الزند أسد القضاة، شاء من شاء وأبى من أبى. لن تغيره هذه المواقف طول الوقت. نسيتوا أحمد زند عمل إيه؟ نسيتوا مستشار أحمد زند ماذا فعل وقت العصابة الإرهابية؟ وانتوا معظمكم يا كان متحالف معاهم، يا كان بيبوس رجليهم وايديهم، يا كانوا انتوا عارفين، وكانوا بيصلوا وراهم وقاعدين معاهم في كل حتة. وهو كان بيقول أبدا أبدا، وقضاة مصر ساندوا المستشار أحمد الزند وكانوا معه، وكانت قوته من قوة القضاة.
وعلى القضاة أن يساندوا المستشار أحمد الزندي بكل قوة، ليس لشيء، ولكن هذا الرجل دافع عن مصر ودافع عن القضاة، ولم يجعل أي شخص يقترب من القضاة. عايز أقول لكم بالبلدي كده، أحمد الزندي ما كانش مريح ناس كتير قوي، ما كانش مريح ناس كتير قوي. أنا عارف الحكاية دي بشكل واضح، وكلامه ما كانش بيعجب ناس. أنا بقول لكم تبقوا عارفين، امبارح نتكلم وندافع عن الدولة، والنهارده وانا بتكلم في هذا الامر بنتقد بلدي، لانه ارى انه اللي بيشتغل لصالح البلد بتكون نهايته للاسف مش كويسة. وانا بقول للاسف مش كويسة. عليك ان تأخذ جانبا وتصمت افضل كثيرا، لانه في الاخر هتعرف مصيرك ايه. هاخد رأي حضراتكم واتصالات حضراتكم فيما جرى وهذه الحملة الممنهجة وما وصلنا إليه من هذا القرار الغريب والعجيب والمفاجئ، والذي لا يستحقه واحد بقيمة وقامة المستشار أحمد الزند. في ناس قبل كده عملوا كوارث أكتر من كده مليون مرة، ولم أحد يقترب أو يتحدث أو يفعل شيء لمواجهة هؤلاء، وكأن هناك من يتحدث ويتحكم في أمور عجيبة وغريبة لا تأتي أبدا في المصلحة الوطنية، ولا تصب أبدا في مصلحة البلد على الإطلاق. وأنا بعني الكلام اللي بقوله من يستفيد من هذا القرار اليوم فقط. عايز اقول لحضراتكم منظمات حقوق الانسان كلها النهارده وامبارح مدفوع الاجر اللي هم صعدوا في هذا الامر في اماكن كتيره قوي. انتوا عارفين عشان تاخد حاجه عشان تصعدها عشان تنشرها بيدفع فلوس على الكلام ده. اذا كانت المنظمات، اذا كان الخونه كلهم اللي اتلموا مع بعض عشان الخلاص من احمد الزند، انه في يوم من الايام تحدث عن فتح قضايا بعينها اللي هي المسكوت عنها، اتكلم عنها وزير العدل، والدولة لا تريد أن تفتح هذه الملفات على الإطلاق، لا قضية التمويل الأجنبي ولا قضية 250. اتكلم عنهم وزير العدل وقال هيتفتحوا. هناك من لا يريد أن يكون أحمد الزند وزيرا للعدل أو يستمر في منصبه. جاء هذا الأمر للخلاص من أحمد الزند. لازم تبقوا عارفين ده بشكل واضح جدا، واضح جدا. بقول الكلام ده ان شاء الله يكون النهارده اخر حلقه ليا في حياتي. وعلى فكره مفيش حاجه مستاهله، انا بقول اهو، واللي يزعل يزعل ولا فارق الموضوع خالص. احنا عملنا اللي علينا. انا شخصيا سعيد جدا بكل اللي عملته في حياتي، سعيد جدا بكل شيء عملته وكل كلمه قلتها وكل راي قلته. يوم حزين، خطأ كبير من الحكومة، من رئيس الحكومة، خطأ كبير من رئيس الدولة، مع كل حب وتقدير لسيادته. يعلم الرئيس ان انا بحبه قد ايه، ولكن الرئيس اليوم يخطئ بإقالة وزير العدل. وانا بقول اهو يخطئ بإقالة وزير العدل. كلنا معرضين للخطأ، مفيش حد فينا مش معرض للخطأ أبدا، ولكن هناك الكثير يغفر لأحمد الزند. تم يمكن بعض الناس لم أحد يقترب منهم لأنهم ما تعرفوش ليه وعشان إيه.